السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ومعانا دعاء الكروان لسه معدي بعد الفجر يا جماعة. انا بسجل الفيديو ده بعد الفجر، ومعايا الست ام احمد منوراني ومشرفاني ومكتراني. وربنا يبارك فيها يا رب. وهي واقفة مالية مطبخها وانا موجود معاكم على اساس ان انا هعمل الكبده والست ام احمد هتعمل المكرونه. تمام. بناء على طلب متابعتنا مين؟ ماما ايه؟ ماما ساميه. لا بس ماما بسمه. هتزعل مني. تمام. ماما بس انا تحية لكل شعب فلسطين. احلى تحيه للناس المحترمه، ربنا يبارك في حضرتك. انا دلوقتي ببدا اقطع البصل يا جماعه. حبيت ان انا اقطع البصل قدامكم برضو، وزي ما كنت بشوف مثلا الشيف بيقطع ازاي والكلام ده، ماسكه السكينه ازاي. والحمد لله بنقدر نتعلم يعني، وبنخلي بالنا برضو من نفسنا ان ربنا يسترها ان شاء الله. وانا بقول لكم ان انا رقه البصله تبقى رقيقه يا جماعه، عشان ايه؟ مع السوا بتقدر تستوي بسرعه الكبده دي بالذات يعني. مع الفلفل الاخضر مع فص توم، بحيث ان يضيع الريحه وريحتها ما تبقاش زفره حتى الكبده، عشان انتوا عارفين ان الكبده كلها دم، ومهما تغسليها ما يعني ريحتها بتبقى موجودة. عشان تطلعي الريحة دي بتحطي عليها، بتغسليها الأول وبعد كده بتحطيها في الطبق ناشفة. بعد كده بتحطي شوية خل عليها مع فصين ليمون ولا حاجة على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وبعد كده بنبدأ نسيبها شوية، وبعد كده بنبدأ ايه لما تتساب في التتبيلة دي يا جماعة. الكبدة او مثلا الفراخ او انت هتعملوا التتبيلة بتخلي اللحمة أطرى من السوا بتاع اللي انت هتعمليه. تمام. ودلوقتي احنا بدأنا خلصنا البصل اهوت، وهنبدأ نغسل الكبدة على اساس هنبدأ ننزل بيها ايه، نقطع فيها ان شاء الله. تمام. على الله بس يعني ان انا اقدر، بس بصراحة ربنا يعني لو انتوا دقتوا الكبدة، هو العيب اللي في الفيديو ده معلش ان انا بعد ما قطعنا الكبدة اهوت وبعد ما خلصنا الاكل كله، هي بس المشكله ان انا ابن اختي جه في الوقت ده بصراحه يعني. هو ربنا ما عرفش ايه اللي اراد يعني، ان احنا قلنا هنصور اهوت وحطينا التليفون بس ما كانش بيصور. تمام. انا بقطع دلوقتي الكبده اهو يا جماعه، شرايح صغيره مثلا رقيقه، برضو مش رقيقه قوي بحيث ان الكبده مع السوا بتبدا تخس. يعني انا بسيب تخانه فيها كده شويه، بحيث ان هي لما تيجي تستوي تدي شكل وتدي إيه طعم في البق حتى. وهنا ست ام احمد بتعمل الصلصه بتاعت المكرونه، ان احنا مثلا بساعات ممكن نحط الصلصه على المكرونه في الحله على طول، وبعد كده ممكن اللي الصلصه لوحدها والمكرونه بيضه. اللي عايز يصير صلصه بكميه كبيره ماشي، اللي مش عايز خلاص هو كل واحد يعني حر فين في الاكل بتاعه. انا ما احبش الصلصه كتير يعني، باخد شويه مكرونه من البيضه دي لما بتستوي مع الصلصه بتاعت الصوص بتاع الطماطم اللي هي ام احمد بتعمله، وبعد كده بحط واحده بواحده. لو عايز شويه شطه عليهم مع الفلفل مع البهارات بتاعتها. طبعا المكرونه بتاخد التتبيلات والدخان بتاعها، احلى حاجه فيها ان هي الصلصه بتاعتها والريحه بتاعتها. تمام. هنا بحط السمنه اهو يا جماعه، عشان دي سمنه بلدي والله العظيم. ويعني احنا طول عمرنا مش مسألة متعودين، بس هو سبحان الله خلاص حاجة اخدت عليها طول عمرك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هي برضو السمنة النباتين مش وحشة، بس يعني هي موجودة الحمد لله رب العالمين. انا حطيت السمنة اهوت يا جماعة بحيث ان هي تسيح. بعد كده هبدأ احط البصل بتاعنا، بحط الاول فص توم عشان يخلي السمنة ليها ريحة برضو مع الكبدة لما تظهر جوه. بعد كده هتبدأ الريحه بتختفي، بتاكلي مش حاسه بزفاره في الاكل يعني. الحمد لله. احنا دلوقتي السمنه بتقدح اهيت بحيث ان هي بتسخن. بعد كده هبدا ان شاء الله اجيب اجهز البصل، بجهز الحاجات دي كلها. ولازم السمنه ان هي تقدح الاول يا جماعه، تبقى حاميه بحيث لما تيجي تنزل الفص الثوم. انا هبدا انزله اهو. تمام. الفص التوم يا دوبك تقليه بس بسرعه عشان هو ممكن يتحرق ميكي. بعد كده بتحطي جميع البصل بجميع الفلفل الحاجات دي وجميع التوابل كمان.
بحيث ان الطشه يبقى مع الفلفل مع الثوم مع الكلام مع البهارات والكلام ده بتدي ريحه للكبده قبل ما تنزل عليها. نظام تشويحه بس الاول بتشوحيها مع البصله، تمام، بس يكون البصله نص سوا، وبعد كده بتبداي تحطي الكبده ايه بتاعتنا. السمنه زي ما انا قلت لكم ان لازم نسيبها عشان تبقى قادحه. البتاع التومه هي نزلتها، تمام يا جماعه. على الله بس اعرف يعني اكون قد ان انا واقف قد المطبخ، يعني ان انا بشوف طباخين بسم الله ما شاء الله على سرعه رايحين جايين بسرعه كده محدش يقدر يقف قصادهم، بحيث ان هو بيبقى في وسط نار بيبقى شغال على كذا عين. بيعمل مثلا مكرونه، بيعمل مكرونه بشاميل، بيعمل انواع كتير. هو شوف لوحده. حطيت انا الفلفل اهوت يا جماعه على التوم بحيث ان يدي ريحه برده مع التوم، تمام، وسنه الملح برده اتحطت. ببدا انا احط بقى البصل بتاعنا يا جماعه، تمام، زي ما انتم شايفين. بقلب البصل بتاعنا مع التومه دي الكلام ده عشان الحق برده ايه التومه ما تبقاش محروقه زي ما انتم شايفين. يعني ان الواحد خد الخبره دي من الفنادق اللي انا اشتغلت فيها بصراحه. واحلى حاجه يعني التعامل في الاكل والكلام ده، ان انت لما تطبخي والحاجه تطلع بسم الله ما شاء الله عليها نفسك حلو في الاكل. سيبك ان انت راجل، واحنا قلنا يا جماعه ان معظم الشيفات كلهم رجاله، تمام. يعني هم عارفين ان دي شغلة الستات، ان هي اللي بتعمل الاكل. الراجل يروح الشغل يجي هو عملت الاكل ما عملتيش، لكن في رجاله بسم الله ما شاء الله يقدر يطبخ يقدر يتعامل وطعم بسم الله ما شاء الله، بس مش زي الست ام احمد برضو، تمام. انا بحط الملح اهو يا جماعه، برضو ما بحطوش كتير برضو عشان ان ساعه الغليان مع الكبده مع البصل وبتاخد وتدي مع بعض ممكن ايه مع السخونيه بتحدق الاكل شويه لما تحطي ملح زياده شويه، تمام. انا بقلب البصلات يا جماعه زي ما انتم شايفين. ده انا عامل البتاع ده والله عشان خاطر الست بقى الست بسمه، ام بسمه شيري ام بسمه، ماما بسمه، ربنا يبارك فيها يا رب وينصرهم دايما ان شاء الله على كل الاعداء بتاعهم يا رب. يا رب ما يكتب علينا الحاجات الوحشه يا رب، وينصرنا على من ظلمنا يا رب. هنا لسه البصله بقلب فيها برضو عشان ايه بجيب اللي هو استوى من تحت لفوق زي ما انتم شايفين يا جماعه. بعد كده المفروض لما بشوح البصله الاول مع الفلفل بحط يا دوبك شويه ميه حاجه بسيطه مع البصل بحيث ان هي تقدر تاخد وتدي مع البصله تطيب شويه الميه دول، يعني اقل من نص كوبايه ميه، يعني ربع كوبايه ميه، مع ان هي تغلي والكلام ده مع البصله تقدر ايه تستعجلها بسرعه لو انت مستعجله على الكبده. يعني بيستوي البصل معانا اهو، تمام، زي ما انتم شايفين بيبدا يحمر اهو، مش يحمر قوي برضو، يعني هو كمان البصل اللي انا شغال بيها حمراء، تمام. مع السوا بتدي ايه لون حلو. مع الكبده بقى انا بحط بقى دلوقتي شويه الميه برضو عليها اللي انا قلت لكم عليها ربع معلقه، وبعد كده بحط الايه الكبده بتاعتنا. يعني على الله يا رب يكون الفيديو بس، واتمنى ان انتوا كلكم كنتوا حاضرين معانا عشان تدوقوا. ودي المكرونه بتاعت الست ام احمد، ودي الطماطم الجرنشه اللي احنا ممكن ناكلها مثلا بخل بتوم بتدي طعم حلو برضو مع الكبده، تمام. ان الكبده عامه يعني بتحب التوابل الحاجات الحراقه، الفلفل الاخضر الحار، بتحطي فلفل بتحطي الكلام ده، ان هي حلاوه الكبده في الشعوطه اللي بتطلع من البق، تمام. يعني وبعد كده لما تلاقي شويه خل برضو على الايه على البصل بتاعنا بحيث يدي برضو ريحه مع الكبده بتاعتنا يا جماعه، تمام. وكنت اتمنى ان انتوا تدوقوا منها. ودول رغيفين لسه جايين من الطابونه والله العظيم، يعني ربنا كان كاتب لنا الحظ حلو قوي، يا دوبك نخلص من الكبده احمد يخش علينا بشنطه العيش لسه جايه من الطابونه زي ما انتم شايفين يا جماعه. ربنا يبارك فيك يا ست ام احمد ويطرح البركه فيك ويبارك لك في حبيبه ونور واحمد، ويبارك لك في امك ويبارك في امي ويبارك في الناس اجمعين يا رب. هنا هنفرش بقيه الاكل بقى. هنا المكرونه يا جماعه كنت بشوف برضو الشيفات مش شرط بالمعلقه بالمغرفه، يعني على قد ايه بحيث ان مفيش حاجه تقع ايه منك، بدل ما يبقى الحاجه جنبك انت بتستسهل وخلاص بتكب ممكن تقع منك. هنا عملنا الجرنشه بتاعتنا، هنا طبقين شيبسي برضو
في وسط المكرونه، والصلصه بتاعتنا على حسب. هنا القطه معلش يعني كده شمت الاكل كده كده يعني برضو ايه، بنذكر الله بالراحه خالص، وبنرجع نقول ايه يعني احنا اسفين عن ان المشمش داخل معانا في حياتنا على طول. بس في الاكل كده احنا حابين ان احنا نعرض عليكم الكلام ده كله. وهنا الكبده اتعملت اهي يا جماعه، وكان نفسي ان انتوا تشوفوها بس على الطبليه واحنا قاعدين.